أهلا بكم من جديد. دي طبعا الحلقة ال25 من مسلسل فهد البطل، والأحداث كلها فيها هتبقى جامدة الحلقة دي. فما تنساش قبل ما نبدأ يا ريت تعمل لايك واشترك للقناة وفعل الجرس عشان أي حاجة تنزل توصلك على طول. وهنبدأ من عند غلاب واللي كان رايح يقابل الدكتور بتاع الصحة، وبنشوف هنا ان دكتور الصحة حكاله كل حاجة. وطبعا بعد ما غلاب عرف ان عجيبة هي اللي تعتبر او هي السبب ان وفاء ماتت او هي اللي سمتها بالسم اللي هو الزرنيخ ده، لانها كانت ضرتها وكانت بتغير منها، فقرر ان هو ينتقم منها وبأبشع طريقة ممكن يعملها فيها. وقال لها انا مش هموتك بايدي، انا هقتلك وهريحك من الدنيا كلها، وهتشوفي ازاي، وانت لازم تتعذبي قبل ما تموتي وتعرفي باللي بيجي على غلاب بيكون مصيره ان هو يموت وبطريقة بشعة. فنيجي هنا ان هو هيأكلها للديابة، وخدها ودخل بيها القفص مع الديب. وبعد ما بنشوف ان هي قعدت تصرخ وتستنجد بيه، بس كده كده هو ولا في دماغه وهيسيبها تموت بالطريقة البشعة دي، لأنها يعني السبب إن خلت عجيبة تموت أو هي اللي موتتها. نيجي بقى مرة تانية عند كناريا واللي كناريا هنا فرحات دي بتروح إن هي تبلغ الشرطة عن فهد، وقالت للضابط فهد جوزي هو اللي قتل أبويا. لكن بعد كده بنشوف إن فهد قدر إن هو يضغط على ولاء، وولاء يعني راحت لكناريا وباحت لكناريا بكل حاجة وقالت لها، بعد ما طبعا صالح يعني فهد، فخرجت كناريا من الموضوع يعني، او قدرت ان هي توصل لها. فبنشوف بقى بعد كده وفي حاجات حصلت طبعا في الحلقة، وقالت له انا عملت مصيبة الحقني يا فهد. فبيقول هو راح طبعا وقالت له ان توفيق التمساح ده السر اللي انت خبيته معايا قلته لتوفيق التمساح على كل حاجة. وهنا طبعا كانت الصدمة والمصيبة الجديدة اللي وقعت على فهد. لكن فهد هنا ما قدرش ان هو يقول ان هو يستوعب ان مراته او ان هي حبيبته الشخص الوحيد اللي بيحبها خانت العهد وخانت السر، وراحت علشان تنتقم منه وتروح طبعا لعدوه، وتحديدا اللي هو التوفيق ده اللي هو عايز يخلص منه، فهي راحت بحيت له بكل حاجة. نعرف هنا ان فهد طبعا بعد ما عرف اللي عمله مع الكناريا ده ما كانش عارف هيعمل ايه بالظبط، وان هو طبعا لازم يغير اللي هو شق التعبان ده ويهرب هو واخته اللي هي راوية وابوه وامه وكناريا كلهم يختفوا من قدام توفيق التمساح دلوقتي، لان خلاص كده ده عرف سره فهيبقى عايز يموته او يخلص منه. وبنشوف بقى نرجع هنا لتوفيق التمساح وهو متنرفز وغضبان جدا بعد ما عرف كل حاجة، وعرف ان فهد كان بيستغفله كل الفترة اللي فاتت دي، وانه كان ناويله على ان هو يوديه في داهية وينتقم منه. لكن بعد كده بنشوف ان يعني ممكن توفيق التمساح يقدر ينتقم من فهد ولا لا، او هنشوف في الاخر هتوصل لفين بقية الاحداث. نيجي بقى في بعد كده طبعا بنشوف ان فهد لبس اللبس الصعيدي بتاعه الطويل الصعيدي، وبيسافر يقعد عند الحاج بكر في حماية البكروة دي، وهيبقى خلاص كده هيبقى معاهم ضد غلاب وتوفيق التمساح. وبعد كده طبعا لحد كده هتخلص الحلقة ال25 من مسلسل فهد البطل. ما تنساش بس قبل ما نقفل يا ريت تعمل لايك للفيديو واشترك للقناة وفعل الجرس عشان اي حاجة تنزل توصلك على طول. ونشوفكم الفيديو اللي جاي، سلام. أهلا بكم من جديد. دي طبعا الحلقة ال25 من مسلسل فهد البطل، والأحداث كلها فيها هتبقى جامدة الحلقة دي. فما تنساش قبل ما نبدأ يا ريت تعمل لايك واشترك للقناة وفعل الجرس عشان أي حاجة تنزل توصلك على طول. وهنبدأ من عند غلاب واللي كان رايح يقابل الدكتور بتاع الصحة، وبنشوف هنا ان دكتور الصحة حكاله كل حاجة. وطبعا بعد ما غلاب عرف ان عجيبة هي اللي تعتبر او هي السبب ان وفاء ماتت او هي اللي سمتها بالسم اللي هو الزرنيخ ده، لأنها كانت ضرتها وكانت بتغير منها، فقرر إن هو ينتقم منها وبأبشع طريقة ممكن يعملها فيها. وقال لها أنا مش هموتك بإيدي، أنا هقتلك وهريحك من الدنيا كلها، وهتشوفي ازاي، وانت لازم تتعذبي قبل ما تموتي وتعرفي باللي بيجي على غلاب بيكون مصيره ان هو يموت وبطريقة بشعة.
فنيجي هنا إن هو هيأكلها للديابة، وخدها ودخل بيها القفص مع الديب. وبعد ما بنشوف إن هي قعدت تصرخ وتستنجد بيه، بس كده كده هو ولا في دماغه وهيسيبها تموت بالطريقة البشعة دي، لأنها يعني السبب إن خلت عجيبة تموت أو هي اللي موتتها. نيجي بقى مرة تانية عند كناريا، واللي كناريا هنا فرحات دي بتروح إن هي تبلغ الشرطة عن فهد، وقالت للضابط فهد جوزي هو اللي قتل أبويا. لكن بعد كده بنشوف إن فهد قدر إن هو يضغط على ولاء، وولاء يعني راحت لكناريا وباحت لكناريا بكل حاجة وقالت لها، بعد ما طبعا صالح يعني فهد، فخرجت كناريا من الموضوع يعني، أو قدرت إن هي توصل لها. فبنشوف بقى بعد كده وفي حاجات حصلت طبعا في الحلقة، وقالت له أنا عملت مصيبة الحقني يا فهد. فبيقول هو راح طبعا وقالت له إن توفيق التمساح ده السر اللي انت خبيته معايا قلته لتوفيق التمساح على كل حاجة. وهنا طبعا كانت الصدمة والمصيبة الجديدة اللي وقعت على فهد. لكن فهد هنا ما قدرش ان هو يقول ان هو يستوعب ان مراته او ان هي حبيبته الشخص الوحيد اللي بيحبها خانت العهد وخانت السر، وراحت علشان تنتقم منه وتروح طبعا لعدوه، وتحديدا اللي هو التوفيق ده اللي هو عايز يخلص منه، فهي راحت بحيت له بكل حاجة. نعرف هنا ان فهد طبعا بعد ما عرف اللي عمله مع الكناريا ده ما كانش عارف هيعمل ايه بالظبط، وان هو طبعا لازم يغير اللي هو شق التعبان ده ويهرب هو واخته اللي هي راوية وابوه وامه وكناريا كلهم يختفوا من قدام توفيق التمساح دلوقتي، لان خلاص كده ده عرف سره فهيبقى عايز يموته او يخلص منه. وبنشوف بقى نرجع هنا لتوفيق التمساح وهو متنرفز وغضبان جدا بعد ما عرف كل حاجة، وعرف إن فهد كان بيستغفله كل الفترة اللي فاتت دي، وإنه كان ناويله على إن هو يوديه في داهية وينتقم منه. لكن بعد كده بنشوف إن يعني ممكن توفيق التمساح يقدر ينتقم من فهد ولا لأ، وهنشوف في الآخر هتوصل لفين بقية الأحداث. نيجي بقى في